ازيكم؟ النهارده هعمل معاكم صينيه بطاطس بالشوربه. حاجه كده سهله وسريعه وخفيفه جدا، ومش هنقف في المطبخ كتير، وهنطلع حاجه كده طعمها جميل جدا. بجد متاكده انها هتعجبكم. اول حاجه باجي معايا في طاجن بنزل فيه بمعلقه سمنه كبيره، وهقطع معايا البطاطس حلقات مدوره كده، ما تكونش تخينه ولا عايزاها رفيعه. تمام. وبنزل بالبطاطس بتاعتي على السمنه، والنار تكون متوسطه، وببتدي اسيب البطاطس حوالي 5 دقايق. هحاول ان انا اسيبها 5 دقايق على الجنب ده و5 دقايق على الجنب التاني، يعني تاخد هنا وش وهنا وش. 5 دقايق 7 دقايق. المهم عندي ان البطاطس تاخد زي صدمة علشان تحتفظ بالنشا بتاعتها وما تبقاش معايا معجنة كده بعد السوا. انا هقلبها وقلبتها على الجنب التاني 5 دقايق، واول ما خدت صدمة بس كده ابتديت اصفيها من السمنة بتاعتها وارفعها في حاجة تاني في طبق عندي، ونكمل بقية خطوات البطاطس بقى. هنا في السمنة اللي انا كنت لسه مشوحة فيها البطاطس، هنزل معايا ببصلاية متقطعة جوليان، بصلاية متوسطة او بصلتين صغيرين، هنزل بيهم في السمنة بتاعة البطاطس بتاعتي، وهدي تشويحة لحد ما البصلاية تدبل بس دقيقتين بالظبط. اول ما هتدبل معايا هبتدي انزل معايا بفلفل رومي، او حابين تحطوا معاه فلفل حامي متقطع صغنن براحتكم. انا هحط قرن حامي اصلا، فحطيت فلفل رومي متقطع برضو قطع صغيرة جوليان كده، ونزلت بيه تشويحتين بالظبط. وهنزل معايا بقطعة لحمة مفرومة صغيرة، دي لحمة انا معصباها وشايلاها في الفريزر. تمام. خدت منها قطعة صغيرة خالص، ونزلت بيها على البصل، وهفكها بقى انا عشان كانت في الفريزر، فهفكها دقيقتين كده على النار. ونزلت معايا بقرن فلفل حامي اختياري طبعا، وهبتدي بقى انزل بالبطاطس بتاعتي تاني. تمام. تشويحة بقى بسيطة خالص، احنا كده كده مدين للبطاطس صدمة، فمش هشوح فيها كتير عشان ما تتكسرش مني. تشويحة بسيطة خالص. نبتدي بقى ننزل بالتوابل بتاعتنا. هحط ملح وفلفل اسود، كوبيبة صيني، 7 بهارات. تمام. انا بحط حاجات بسيطة قوي، اللي هو بطعم بيها ربع معلقة من كل تابل من اللي قلتلكوا عليه. وهنزلكوا طبعا انزلكوا طبعا التوابل في الديسكريبشن. تمام. بعد كده بكون مجهزة معايا كوباية شوربة كبيرة، بنزل بيها على البطاطس بتاعتي. لو ما عنديش شوربة، كوباية مية مداب فيها مكعب مرقة. تمام. انا هنا قلبتها في برام اصغر شوية، في طاجن اصغر شوية، ودخلتها فرن اوسط على درجة حرارة 200، وسبتها حوالي ربع ساعة كانت استوت. وهنديها وش على الشواية لحد ما تاخد لون. تمام. يلا نعمل شوية رز ابيض. هاجي في حلة فيها معلقة سمنة، وهغسل معايا الرز بتاعي كويس واصفيه، وهنزل بيه على السمنة بتاعتي. هفضل اشوح فيه لحد ما يتغلف بالمادة الدهنية قد ما ياخد. وهنزل بشوية ملح. وانا يا جماعة انا ما كانش عندي شوربة تاني، فانا سقيت الرز ميه يفضل لحد بس ما ان الرز عطل. الابيض كمان ان هو تمام. يتسقي شوربة، بس انا ما كانش عندي، سقيته ميه. اول ما هتبتدي الميه تتشرب، انا كده بكون على نار متوسطة. اول ما الرز يتشرب هوطي النار واسيبه يستوي براحته، وبس كده. وجهزت معايا اخف واحلى صينيه بطاطس. هتجربوها، جربوها بطريقتي وقولوا لي رايكم لو عجبتكم. متنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد.